جيت نعاود لك القصة ديالي اللي تقدر تكون من أمجنن ستوري اللي حطيتي في الشين. كنت غادي نمشي فيها من ورا ما حصلت حصلة ديال الكلاب، وهذا الشيء كامل بسبب خيبوعة ديال الدرب. وإلا تبعتوا معايا من الأول حتى الآخر غتعلموا بزاف د الحوايج، وأهم حاجة بنادم ما يدخلش في شي حاجة اللي كبر منه وما يقدش عليها. خليكم مع الستوري. معكم محمد من سلا، 29 عام، تزاديت وكبرت في نفس المدينة اللي معروفة بالإجرام، ولكن الناس أخويا دراوش بزاف والقلب الكبير، بالخصوص في الأحياء الشعبية، واللي كنت كنسكن في واحد فيهم، حي اللي معروف بزاف في سلا. والديا ناس على قد الحال، عندي جوج خوتي صغار وانا هو الثالث والكبير. في صغري كنت كنطير من المقله، ما كنخافش، ملك التحديات، كل شيء نديرو، وكنت كنامل بلي الراجل اللي عطيتيه اي حاجه كيف ما بغات تكون خصو يقد عليها، ولا غيولي مشكوك في امره. هاد الهضره ديال الولاد سلا. غا هو ما كنتش كنروبلا ولا كنجبد الصداع ولا ممرض الوالدين، وما كنتش كنحصل. الحصله اللي حصلت فيها هي الستوري ديال اليوم اللي جيت نعاودها لك. في صغري كانوا عندي بزاف ديال الصحاب، وكل واحد كيدير، ما كنتش كنعزل بنادم، وكل شيء معاشر معاه، وكل شيء كيعرفني. لا كنت قراي بزنس ظريف قبيح غتدخل العائله من باب واسع. قريت حتى خديت الباك ديالي، وكنت كنقرا رغم الظروف، وكنت من داك النوع اللي كيطير ولكن كنقرا. من ورا الباك ما درت والو، ما صدقاتش، فهمتي، بقيت غير جالس. درت مجهود في داك العام الاخر ولا ما عرفت، مشى ليا السفل، ارتاحيت. نتوما خويا ولا اللي يشد الباك يرتاح، انت مالك درتي لنا زعما شي انجاز كبير؟ وشوف انا ماشي ضد الفكره، ما فيها باس، خصوصا الا كنتي غتاخد داك العام باش تعلم شي حوايج جداد ينفعوك، تاخد الوقت باش تعزل مزيان، حيت كاين اللي مورا الباك كينوض ويجري ويمشي هنا ويمشي هنا، وفي الاخر تقدر يضيع حتى 4 سنين عامين في واحد الدومين ويخرج منه ويبدا عام هنا ويمشي. فالا كنتي غدير هكا غا خود عام اخويا، عرف راسك فين غادي وفين جاي وارتاح، حيت راه كتجي شويه اونشينيا مع الباك. انت راسك كان 100% مع القرايه، مع يلاه كتشدو انت وليتي عاوتاني فين غتمشي العام الجاي. داك العام اللي جلست فيه بداو كيبانوا لي بنات الدرب، وسبحان الله كاملين زيانوا وكبروا في دقه واحده، وما كنت زعما عندي مشكل معاهم. وعاد باش زيد مع كنت واخد واحد الموتور صافي ختمتها، الحريم غا داير بيا. كنتش عارف الاخر ديالي معاهم كيف غادي يكون. الا جيت نعاود لك على الهبلات اللي كنت كندير في الدرب، والله لا ساليت لدرجه وليت معروف ومحطم لهم الريكورد تما. اي وحده كتبان لي في جهتنا في الكروه فما يتشاف، خصني ندير معاه شي حركه، بحال واحد اختنا اللي سميتها شيماء واللي كانت قدي في العمر، ولكن واخا هكاك يلا كتقرا في السيزيام. حتى رضوى من واحد اللي ساحت خسرات شي وحده وجاها، وهذه هي قصه بوحده بغيت غنبين لكم باللي راه ماشي قصيره، ما قادين على مشاكل مع القانون. السيده راه كتخسر كاع، راه هي خصها تمشي تقنن، وعاد من بعد رجعات تقرا في واحد المدرسه بريفي ديال نفيخ النقاط. والمهم دوزت مع خويا امجنن ايام، واكثر حاجه في شكل كنا كنديروها هي فاش كنبغيو نقضيو غراض كنت كنطلع على السطح ديالنا. السطح الدار عندنا في ذاك الحي الشعبي كان فيها 2 ايطاج وسطح بحال كاع دوك الديور القدام اللي تما، لدرجه كاين دار مبنيه بالحجر يضربها الزلزال يطيح الخرا كامل، الباب ديال السطح جاي من على برا. كنت حتى كنتاكد باللي ما غيطلع حتى واحد للسطح، والوالده ما ناشراش الحوايج، حيت في اي لحظه تقدر تبغي تطلع تهبطهم وتلقاني مع شيماء. والوالده باش شايه نوضحها لكم من دوك العيالات القباح ما كيتفهموش الاوضاع، تقدر تلوحنا بجوج من السطح. غير هو راني كنت كندير كاع الاحتياطات ديالي، كنت كنزيد نطلع لواحد البلايصه بحال البيت غيما مسدودات من القدام، بحال قلتي كراج ولكن ما عندوش الباب، راك عارف شويه الساكزه وداك الشيء. في الوقت اللي كتقول العائله ديالها باللي راه عارف عندها السوايع، مورا ما كتكون سالات من المدرسه مع 6، وكنا كندوزو اجمل الايام انا وهاد السيده. واخا راه كانت كتكون شاداني واحد الخلعه، عرفت شنو هي السطح، راه اي واحد يقدر يطلع ما كيتسدش. الوالد يبغى يتكيف، الوالده تبغى شي لعيبه، ما كتعرفش اش كاين. واخا هكا كنا كنريسكيو، وكون كان عندي العقل ديال دابا ما كنتش غادي نزعم ندير داك الشيء. بقينا كنديروا هذا البلان انا وشيماء تولينا متعودين. جي طلع للسطح قضي غراض غيرها، ما بقيناش كنراعيو بزاف. عرفتي ملي كتبقى دير شي حاجه اللي في شكل ولكن صافي كتولف عليها. وصل بينا الحال بعض المرات كنطلعوا غير هكاك، واخا غير نجلسوا تما، ماشي زعما كنخليوها اللحظات الحرجه، بحال تقول درنا ديك السده كواننا، الله يجعلنا نبغيو نتكيفوا شي جوانات ندويو شويه
شويه ونهبطوا خدينا شويه الراحه. ولكن في داك الدرب حتى حاجه ما كتكمل بخير. واحد النهار مع ديك 9 ديال الصباح الوالده خلات تمشى الوالد للعمل، صيفطات خوتي للمدرسه وهي تقادني بواحد الزرواطه كنجبدوها غير كانت نايضه شي روباله وبدات عليا بالعصا وانا باقي ناعس. عمر شنو نوضك بالزرواطه؟ تتخيل معايا هذا المنظر كي داير. والمشكل راه ماشي كضرب غير في الفخاذ اللي ملحمين ولا تعطيك الفوق في الظهر، كل شيء. راسي جات فيه اكثر من دقه، بقات كتسلخ فيا وتخلط وانا باغي غير نخرج من المنطقه. وغا خرجت مشيت كنجري للباب لقيتها ساده عليا بالساروت وتعدات عليا. وفاش بديت كنغوت عليها وندافع على راسي انا اصلا باغي نعرفها مالي، بدات كتقول لي اسكت الحمار، وليتي تطلع لي الدريات للسطح باغي دير لي دار الدعاره تما. بقاو حتى شافوك وجاو قالوا لي وانا وثيق اخبار عرفتي. المهم كتغوت وفي نفس الوقت راه ما كاينه الزراوط. كتقول لي مشى دابا شي واحد قال لباها ولا خوتها ما يجيوش لك هنا يصفيوها لك. والمهم بقات شي نص ساعه وهي هكا وفاش سالات قالت لي رجع الزروطه لبلاصتها، وإلا سولك باك مالك قول لي سلخك شي واحد في الزنقه. هاد السلخه ديال الوالده ماشي غير فيقاتني من الناس ولكن في حالها عرفت بالقيمه ولا الكبر ديال الغلط اللي درت. وعاد بديت كنفكر بعقلي وشدني واحد التانيب الضمير وقلت عرفتي لا دارت الهضره في داك الدرب راه غادي نطيط. راكم عارفين. ومن هنا كنقول لكم بغيتو ستوريات ما فيهمش طيط واعرين راه كاينين في الممبرشيب. كل سيمانه كتكون ستوري كنديروا لايف نجمعوا بيناتنا، كيكون بودكاست كنهضروا على كل شيء كوميونيتي غتعجبك. غير على حسابي دخل شوف عاد باش عندك تيست ديال بيرسوناليتي فابور اللي كنشجع اصلا اي واحد يديرو. بغيتي تدخل الممبرشيب وديروا على حسابي هنيتيني هبط خلص على راسك، راه هو اللينك تا هو كاين لتحت في الديسكريبشن اللي غينفعك بزاف وتعرف اش من دومينات تقدر دير اللي كيتماشاو مع شكون انت. عمرك ما تمشي ضد الموجه سير معاها. والموجه دابا شناهي هي دخل الممبرشيب اللينك راه غيكون هو الاول في الديسكريبشن واول كومونتير. نتوما عارفيني ما نجي نقول لك شي حاجه انا كانت عيانه غير دخل ما عجبكش من بعد خرج. انا عارف غتبقى فغادي يعجبك شنو دايرين تما ومنك كتسبورتي الشين. خصوصا ان كاملين قلتوا لي نحيدوا السبونسورز وهادي ولكن خصنا شي حاجه باش نعوضوا باش الشين تبقى غاده. فمن هنا كنشكر الممبرز الزوينين ورجعوا للستوري. شيماء عندها واحد جوج خوتها وبالرب لا تفاكوا معايا واحد وجه الحبس فيهم وجهه ما راحموش مضروب كامل. بقيت لي غانا وطلعات معايا السخونيه داك النار وعاد باش زيد ديك العصا زرقاتني كامل تخربقت. ولكن ما طرا والو في المستقبل وهذا الشيء كامل بفضل الوالده اللي واخا سلخاتني كانت الرجوله. مشات عند ديك المراه اللي قالتها لها اللي وصلت لها الخبار وقالت لها زعما صافي راه قدينا غرض هادشي ما غيتعاودش سكتي صافي حبسها هنا. اما كون راني دابا في شي مشكل السلامه. والخيبه هي كون شافني شي واحد اخر من غير هاد المراه اللي ما كتوصلش الهضره. وعاد زيد راه وصلت للوالده. المهم من داك الوقت كما قلت ما قالت حتى حد اخر. زعما اصلا قالت للوالده غير باش تنصحني نجمع راسي وكانت احسن نصيحه. والقصه ديالي عاد فين غادي تبدا ورا هاد الحدث. فرجع لي العقل بغيت انا نجمع راسي وندير شي حاجه ونخرج من داك الدرب نبدل شويه العقليه. اخويا راه خصك تبدل العقليه وتا مصاعب مع دريه مخسره وحده شد الحاله وتا اصلا فسلا وحده مبرقابك وكطلع للسطح شد الوسخ. كاملين عشنا وسط هاد الشيء ولكن ما خصكش تكون بحال فرحان بهم ما يطير وتهز وحده من الدرب. لا هادشي ما كنفرحوش به، هادشي ما كان انجويوهش، هادشي كنشوفوه وكنحاولوا نطيروا منه. انت جالس لي كتستمتع زعما راه وصلتي. بغيت عافاك تقول لي في كومونتير انت كندوي مع الدراري صراحه مع الدريات واش تقدر تكونوا مع شي واحد شرمولو. راه انا بعدا ما يمكنش نفضل نعلقوني بقنبه ولا نمشي نشوف شي وحده بحال مخسره وحده يا تفا. انت اخويا طردها راسك الله يعطيلك هي وخوتها وامها وداك البينوار والحبير بكل شيء. لا عرفتي داك الميم ديال انت حملي منه وانا نكمل ولا ما شنو بحال كترجع في الحياه باللور. فكما قلت لكم بغيت نبدل العقليه ولكن واخا كنعيا ما نفكر ما كنت كنلقى والو. كنعرف ندير والو ما كاينه هوايه غير الجوانات ونطلع شيماء للسطح. وفاش مشات شيماء خصني نعمر الوقت بشي حاجه اخرى. واول حاجه فكرت فيها هي نتعلم لونجلي. ودابا عجبتيني هذا. شوف هذه ستيب ديالك الاولى كانسان مغربي هي تتعلم لونجلي حيت هي اللي غتحلك كاع البيبان باش تتعلم حوايج اخرين وكثار وزوينين.
عطا الله لي زابليكاسيون تما. انا ما تعلمت لونجلي، اسمع دابا كنهضر بها كنفهم عادي باش كنعيش، ما تعلمتها حتى كانت عندي 19 ما 20 عام بعقلي ما كنعرف لا كلمه ما والو، ما كنتش كندخل لونجلي كاع. ما كنتش عارف واقيلا. تقول لي غير ركب كلمه، قول لي غير اليكس كيلعب كره، نقول لك اليكس ميام 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 بحال هكا. الكثرة ما كنعرفش اللغه ما كنقولش حتى كلمات، ندير لك اصوات ديال الهنود الحمر. فانا الا درتها في ذاك لاج ومن زيرو النيفو والو، راه انت تقدر ديرها في اي وقت. فكنشجعك من القلب الى القلب، راكم معزاز. ما كنقولش لكم بزاف، لا صراحه كنقول لكم واقيلا بزاف، والبوسان في الاخر صافي راكم عارفين اللي كاين، راه قلبي هشيش. ولكن دابا فيك نهضروا بمعقول. والله الا شوف كاينين لي زابليكاسيون انا تعلمتها من يوتيوب، كل شيء عندك، ما تحتاجش تمشي تقيد في حتى بلاصه، بغيتي ديرها ما محتاج. فما كاينش لاش تقول ما عنديش كيفاش ولا ما عنديش فلوس. شويه الوقت، شويه الزعامه والصبر، والونجلي ساهله. صاحبك هي الفرونسي. المهم هذا الموضوع ديما كنقولوا حيت باغي لك الخير نكمل ستوري. فقلت نتعلم لونجلي اللي كان بحال طوندونس في ذاك الوقت، وباقي حتى لدابا. راه عارفين اي لعيبه بغيتي تتعلم خصك تبدا بلونجلي. تسجلت في واحد السونتر واخا غالي عليا شويه، مره راك عارف كنتحرك نخدم في شي بريكولات، نحاول نجيب نهاري، وديما حاضر ناظر. حتى الدراري ديال الدر ما فهموا فيا والو، حيت انا اصلا واحد المخلوق في شكل. الا بغيت مثلا نقاد شي حاجه كنبغي نقاد كل شيء في دقه، داك الشيء بيرفكشن. هيا ليفريتو لونجلي، هيا شرمولو سيزند. فحال مثلا انا يلا درت لانسكريبسيون في داك السونتر ديال اللغات، صافي بدلت التحاسن اللي كندير، حيدت عليا لاكوست بالباس عادي، وليت كندوش ديما. اش بغيتي تقول دابا انت؟ زعما المشرملين ما كيدوشوش، زعما دي بارتو في الهيد ديالهم حشومه صاي تقول لهم خانزين مطوطين فمهم خانز بحال هكا. راه ما كتقالش هاد الهضره. زعما اي واحد لابس داك اللباس مشرمل راه خانز مطوط. الكوبرا خانزه، هذيك راه ما بقاتش كوبرا، ولا الدوده بكثره العفن. تقولش لهم هكا زعما ضفارهم مسخين ولا. كاينين الدراري كيلبسوا دوك السوفيت مات وكيديروا الرويحه وهكا كيديروها. كاين وما اغلبيه تقدر تقول عليهم هذا الكليشي، ولكن انا كندافع عليهم. خويا نكون كندور في كازا يشدوني في شي قنت، نديروا لي كوبرا في فنيفي وفمي نولي دايخ تما، ما عرفت فين يديوني يقردوني. لا ما نسمحش لك تقول عليهم هاد الهضره هذه. فنبدا ندوش ديما، نبدا نتريني، نبدا نصلي، اي حاجه زوينه خصني نديرها، حيت ملي عقلت على راسي وانا هكا وراه صعيبه تبقى غادي بهذه الطريقه. اكثريه الا ما كانش عندك واحد لاباز، حيت كيخرج لك مشكل واحد كيقرب لك حياتك كامله وكترجع للهبال اللي كان قبل. مؤخرا فاش قلبت في هذا البلان لقيت باللي راه فحال المرض، وعاطينو سميه اوبسيسيف كومبولسيف، اضطراب الشخصيه المثاليه، واللي فيها بحال هكا كيكون واحد الهوس ديال النظام والكمال، وكيعيش حياته ما مرتاحاش. خويا انت ما كنتي مشرم الخانز، انت ما بدا تخرج فيها هي مرض وكذا. مالكم اصاحبي وليتو هكا؟ ودوينا نيت فهادشي في بودكاست في الممبرشيب مع بسي، وقال لي هاد النقطه ديال ولا كل شيء باغي يلصق اي حاجه فيه مختلفه في شي مرض في شي سميه، زعما راه مسيكي. صاحبي راه كيبقى كل واحد وكيدير، كل واحد شخصيته، كل واحد كيدير ليه الله، وعاد باش كل واحد وكيفاش كيتصرف. المهم قولوا لي في كومونتيرات واش هاد خونا ولد سلا هبيل مسخ ولا مسكين غير حقرت عليه وبصح اوبسيسيف كومبولسيف شرمولو سيزند. واش شي واحد فيكم في هاد الشيء ويشرح لينا بالضبط شنو هو المشكل؟ المهم دوزت اكثر من عام في داك السونتر وخديت اتيستاسيون ديالي، ولكن حسيت براسي بحال ضيعته في الخاوي. هي راه تعلمت شويه ديال البيسكس والجرامر. شو دابا معاك نتخيلوا فهمتي شرمولو كيعاد تخيل مشرم اللي بدا يقول لك راه في شكل. خصكم تعرفوا اللغه دارت باش نتواصلوا، ما دارتش شي حاجه اخرى. ولكن شوف في المغرب كانت وغتبقى طريقه للفصل بين النيفوات. الفرونسي كان دائما وباقا كتفصل بنادم. انا مثلا كنعرف ناس اللي من الاخر كيقول لك فلان ما كيدويش بالفرونسي، بيناتهم كيقولوها ما كنتوش عارفين دوك الفرنشيز الخرق. ولكن دابا الجينيراسيون طالعه عارفين البلان وكيتعلموا لونجلي، وحنا كاملين مع هذه الفكره ياك متفقين معايا. ولكن راه حتى حنا باغيين فهمت نخليو واحد شويه ديال الانفصال، عرفتي ولا تا هو مشرمل كيهضر لك بلونجلي. اش بقى اسمح لي، خاص شويه ديال الانتماء. الا تعلمتي شي لغه جبت داك الشيء اللي كيجي مع ديك اللغه، حل دماغك معاها، طلع المايند سيت ديالك بداك الشيء اللي كتحل لك اللغه انك تعلمو، تبدا تشوفو، تبدا تفهمو. اما لولا دماغك فيه الخرق وكدوي بلونجلي غنشوفوا شي لغه اخرى. انا نقول لك من الالمانيه ولا الشلحه ولا اللي كان. فكما قلت لكم نيسالي في داك السونتر تعلمت البيسكس غاوه باش ندوي. ما كنتش كنعرف نفهم شي حد لا دوا معايا، وإلا قريت شي حاجه نفهمها طايره. وباي ذا واي اللي عاوني بزاف في الفهم من غير السونتر هو الميمز والريلات ديال النقالزه. فمن ورا نقدروا نسميوه فشل ديالي في تعلم لونجلي. حقدت ورجعت للزيرو
وعاوتاني ما كنتش كنشوف داك التقدم اللي درت. وانا راه في الحقيقه في الاول راه الحروف اي بي سي ما كنتش حتى كنعرف نخرجهم. والمهم بقيت عاطيها غير الدار. رجعت عاوتاني كنكونسومي شويه ديال الربيع العشبه كثار من الاول، وبدات تخرع عليا الوقت كان وتسدوا في وجهي كاع البيبان. الدار فاش شافوني في ديك الحاله بخصوص الوالده بغاو يتعاونوا معايا وندير شي حاجه. حد داك العام اللي كنت كنمشي فيه للسونتر بنت لهم حتى هما راه تبدلت وباغي نخدم على راسي، واتفقوا باش يعطيوني واحد البركه. وانا راه ملي عقلت عليهم ما كيجمعوا فيها باش ندير بها شي حاجه. طاحت في بالي فكره وحده هي البلان ديال زعزع. لا قد الحال درت كريريسه قدام الباب ديال الدار، بديت خدام غاديين غير بالنيه واخا كنت فاقد الامال. المهم مدوزين ما جاب الله التيسير بديك الكريريسه. بالنهار كنصبح ناعس حتى لديك الوحده، كنتغدى شد التليفون شويه، الربعه ديال العشيه كنبدا. ملي كتوصل 11 الليل عاوتاني كندخل في حالاتي. وهذا كان السيستم ديالي المده تقريبا اكثر من عام وانا غير هكا. والدي عجبهم الحال، ديما مدور معاهم، ديما واكلين زعزع، كل شيء هو هذاك. وفي هاد الوقيته بانت لي واحد ختنه جديده في الدرب عمرني شفتها. تلاقيت معها واحد النهار حدا الشانطي، كنت غادي غير نجيب شي سلعه. انسه ايه في الجمال، وما كرهتش ندوي معاها ولكن ما عرفتش كيفاش ندير. وحتى ديك الهضره والزعامات اللي كانوا فيها وما بقاوش. واش حداتهم الوالده بديك الزرويطه ديك النار، واش حدهم لونجلي. اللي ترى لونجلي راه تقدر معاك تتعلم، كتعرف بان داكشي ما كيدارش، كتفرج كتفتح على العالم. كتعرف بان مثلا الدريه لا هي غاده ما شافت فك ما عجبتيهاش اصلا، فمك ما يتعجب، وجهك كحل قنانفك زرقين، حتى من عينيك بداو كيصفاروا. وحقا خوادريه واجي ولا وما بغاتش وتبقى تابعه. انت واش حيوان ولا انسان بدائي؟ بنادم بالسياسه راه غتشوف فيها تشوفك. لا كانت باغا زعامتي كاع وبغيتي يا سيدي تدوي معاه ما جاوباتك الصافي راه ديجا عيقتي. تبقى تابعه وتقيسها كاع ولا تجرها، راه خاصك الحبس. توصل لك تيب عقلك البراج، فهمتي دوك براج كيدوزوا وقيتهم. المشكله ما داير والو في حياتك، غير واقف زعما هي كاع وقف. اشنو من بعد؟ فين غتخرجها؟ فين غديه؟ بغات معاك سيدي معقول؟ فين غتسكنها؟ اش غتوك؟ راه شي حيوانات عايشين معنا. راه قلت لكم تعلموا لونجلي. هو السيد كنشرموا له بزلوا له خانز حمار سبحان الله. قال لك ما عرفتش كيفاش هاد المره ما لقيتش ديك الطرطيه ما جاتش. تربيتي كنتي كيصحاب لك هذوك ولاد دربكم اللي غيربيوك وكانوا يربيوك ورباو راسهم. تا طالع بحال الحمار. شتي واحد تا هو كيطلوت تتابع الاجيال الصاعده. زعما خونا راه ما عرفت فين وصل، مخير في هذوك راس الدرب. تلقى عنده 45 عام باقي با خصو يعطي 50 درهم في الصيف باش يمشي للبحر. انت متبعو هزو يديكم معنا. سير اخوتي الا كنتي من هاد الماركات ومعذب الناس في الزنقه ومعذب والديك، وبلا ما نهضروا على دوك اللي كيسلخوا والديهم. عرفتي دوك اللي كيسلخوا والديهم؟ سير اخويا انا بغيت نمشي للبحر وعمرك ترجع يسرطك. قولوا امين. الاخوان بان ليا كنا مصادعين مره مع مراكش، مره نضحكوا مع الناس الشمال داكشي كيوت. هادو ديال المشرملين الله يخرجها بخير. انا جهدي نحاول ما نقرب لتا شي قنت مجموعين فيه منين هبط المغرب. كيما قلت الزعامات مبقاوش فيا داكشي علاش ما درت حتى شي حركه وخليتها الله يسهل عليها. ورا شي شهر وانا خدام ونسيت ديك ختنا. واحد النهار مع ديك 6 ديال العشيه جات عندي هي وخوها الصغير، خداو من عندي 2 زلافات اون بورتي ومشات بالزربه معلم. ختنا ما كانتش كطير بحال البعلوكات ديال الدرب. وباي ذا واي راه فاش عرفت دارهم من بعد راه ما كانتش بعيده بزاف وغير في الدوره. لحد هنا كل شيء عادي، ما عمرني زعمت عليها واخا جات عندي من ورا ديك النهار شحال من مره. وشي مرات كتسخرها الخوادري ديالها الصغير اللي وليت كنعرفو. واحد النهار كيف العاده جالس خدام ما بيا ما عليا، جات غاوا هاد المره ما كانتش غا بوحدها، جابت معاه واحد الساطه اخرى. وهاد الساطه كنعرفها فايت ليها قرات معايا في الليسي. وزعما فهمتي ديك التعارف ديال عن بعيد، كندوي معاه مره في السوشيال ميديا ولا تلاقينا كنعرفها. السلام خدنا كتبقى بنت الدرب. كانت هي راس الخيط باش دخلت هاد البنت من بعد ما عرفتهم صحابات وطلبتها على النمره ديالها وعطاتها ليا. صيفط لها في واتساب قالت لي شكون معايا، قلت لها انا راه هو مول زعزع. ومسولتني ملي خديت النمره قلت لها راه عطاتها ليا فلانه حتى ما كان عندي ما نقول. وبنادم هو اللي ما يكذبش في الاول. بقيت داوي معاها عرفتني على راسها. قالت لي راه باللي يلاه تحولوا هنادي واحد العام وكتقرا في واحد السونتر وقليل فين كتخرج وكيعجبها تبقى غير زعما في الدار في بيتها. وزادت قالت لي من الاخر هاد الدرب راه عامر اصلا غير بالشماكريه ما عندها فين تخرج. وما عرفتش علاش ركزات لي على هاد البلان ديال الخروج. يسحاب لها واقيلا بغيت نعرض عليها لشي بلاصه ولا واقيلا نخرج معاها بدات كتستف ليا من الاول زعما كتسبقها. ولكن الحاجه اللي ما كنتش عارفها لا انا لا هي باللي في داك البيت عندها اللي كيعجب
تعجبها تبقى فيه، غادي نديرو شي حوايج ما كيتقبلهمش العقل، وغادي نرجع لذاك الشخصيه ديالي القديمه اللي كنت ماكتيفا ايامات شيماء. ومن حدنا داوين في الموضوع، شيماء راه عندها وليد دابا الله يصلحو، بقينا كندويو، ولكن كان عندها مشكل واحد كما قلت هو الخروج. حدا كتمشي للحانوت تجي تاخذ من عندي زعزع، وحتى من السونتر كيديها ويجيبها باها، دايرين لها بحال الحبس. داكشي ديال سالفادور. مره واحده اللي تلاقيت معاه في 6 شهور وحنا كنعرفوا بعضياتنا، تلاقينا في بلاصه بعيده وبحال غادي مسافر باش نشوف مادموزيل بوتينا، واللي كانت داك النهار غير كاذبه على باها، قالت لي ما غادي تخرج حتى لوحده، وهي راه خرجت مع العشره. وباش تعرفوا باها راه كان واحد ولد طيط ما كيسواش، ولومبلوا كان كيشوفوا ليها، ولكن هادشي كان بسبب شي مشاكل كبار عرفتهم من بعد، واللي اجي نعاودهم لكم دابا احسن. الدريه الاصل ديالها من مولاي بوسلهام، وتحولوا لسلا على قبلها حيت طراو لهم شي مشاكل تما، لقاوها مع شي واحد وترونات، وبحال ما بغاوش ديك الشوهه، وما لقاو فين يجيو غير سلا. كنا طلعوا للشمال اللي قريب ليهم ولا هبطوا للرباط. ولكن باش تكون معكم واضح، والدريه ايه من الجمال كيف ما قلت، ترى واخا يمشيو فين ما مشاو غادي ترون، وكنتفهم المشكل اللي طرا، ولكن هذه الدنيا وكل شيء غادي غير بالاسباب. فكما قلت لك كان عندنا مشكل ديال الملاقيه، لدرجه واحد النهار غير بالضحك لاحت ليا زعما كتبقى في بيتها واجي عندي لبيتي الا بغيتي نتلاقاو، وكان بيتها على التوجيهه ديال الدار، واهم حاجه فيه شرجم بلا كرياج، واكدات عليا راه زعما غير ساهله دق عليا نحل لك الشرجم احبابه. زعما المهم باش تفهموا عاوتاني نفكركم، السيده كانت غير كتضحك، كنقولها ونعاودها في اطار الرومانسيه والهضره في الليل، ولكن خوكم اللي مولف بالسطوحه والمغامرات ما عندوش مع الضحك. وبقيت كنفكر في هذا الشيء حتى شي 3 ايام، وواحد النهار داوي انا وياه مع ديك 3 الصباح في واتساب، عاد صيفط لها ميساج قلت لها حلي انا كاين حدا الشرجم، وفعلا كنت حداه. في الاول ما بغاتش تحل ليا، تبديت على تحلي راه لما نمشي راه ما غنبقى هنا، حليك ما غنمشيش. ما لقات ما دير مسكينه، حطيتها امام امر الواقع وهي تحل ليا. وللتوضيح راه بقينا غير داوين ما درنا والو، اصلا السيده كانت مخلوعه كتقفقف وتا انا مخلوع. اش بغيتينا نديرو؟ كانت اكسبيريونس واعره، وحسيت براسي بحال شي واحد فهمتي بطال حد درت هذا الشيء، روميو وجولييت. وما بقيتش عاودتها تداس عاوتاني واحد السيمانه، وهاد المره قلتها لها من قبل باش تستعد نفسيا. خليتها عاوتاني تا وصلت ديك 3 ديال الصباح كلشي ناعس، خرجت حلات لي الشرجم، وهاد المره فهمتي درنا داك الشيء، ويا لها من داك الشيء. والسيده كانت ديجا قضيه غراض، وقال داك الشيء ديال بنت ساهم ولا ما عرفت مع من نحصلوها. عاودنا هاد القضيه ديال الشرجم وسير عندها بزاف ديال المرات حتى ولا عاوتاني روتيني، وما تعلمتش من البلان الاول اللي طرا ليا في السطح، ولا النظريه ديال ضروري واحد النهار تفرش. وداك الشيء اللي غيطرا ليا فاش كنت داخل عندها للبيت، وكنا في اوج العطاء ديالنا، حتى بدينا نديروا الاصوات، وناموسيتها كتزيزز، وحنا نسمعوا شي حد كيعيط، وكان صوت راجل باها كيعيط عليا، مش كيعيط عليا كيعيط عليها، كيقول لها واش واش معاك شي واحد بحال معصب. عرفتو مع سمعناه هو جاي في الكولوار قاصد البيت ديالها، حليت الشرجم بالزربه ونقصت، عرفتي مع دور حل الباب وانا نقصت، وغادي كنجري وكنشوف واش تابعني، وقلبي غادي يخرج من بلاصتو. عرفتي مشيت طرت للدار، دخلت بشويه وبقيت غير جالس كنتسنى شي حاجه، والو حتى واحد ما جا دق. ما بغيتش نصيفط لختنا ميساج في واتساب، اصلا 100% غيقلبوا لها التليفون، وانا عارفه دايره الكونفرساسيون ديالنا ملوكياها، والحمد لله كانت هاد لوبسيون في واتساب. الايام كدوز وما كاين والو، لا ميساج حتى حد ما قصدني، وفي نفس الوقت كنت باقي خدام عادي باش ما نبينش باللي راه كاينه شي حاجه. وما عرفتش كيفاش تدارت الهضره في الدرب كامل. اييه وخوكم عاد فين زاد تخلع، والمشكل ما كاينش مع من تخيلت بارطاجي داك الشيء، وكاين احتماليه الا قلتيها لشي حد 90% غيقولها البنادم. بهذاك النهار عرف شي واحد كان تما، وعرف شي واحد دخل من الشرجم ونقز من الشرجم، غير ما عرفنيش هو انا. والدريه وقيلا حيدوا لها التليفون غبروها، وانا حمدت غلا مني ما تقلباتش عليا. مؤخرا بدلت المدينه اللي اصلا كانت كتجيب ليا غير المشاكل، واللي كون بقيت فيها قصد غادي شي حبيب بيس. دابا خدام على راسي، تعرفت على واحد البنت جديده، وداكشي في المعقول، وناوي ان شاء الله الحلال. من بعد ما ديك الحصله دفعتني نعاود نجمع راسي، وراك نتوما عارفين ملي كنجمعوا في كل شيء، راه غير الخدمه لونطرينمون، ونسيت كاع داكشي اللي طرا قبل. وما بقى عندي اخبار في بوتينا. انا كنظن عاقوا يقدروا كاع يكونوا عرفوني، غير ما بغاوش يزيدوا يكبروا الموضوع، وما اصلا هربانين
منين منشوها يزيدوا شوها، واصلا اش عندهم ما يدير، مشاو تدخلوا حتى البوليس غنمشي فيها انا وياها. واقيلا فكروا وهي اللي خدات مسكينه الدقه، وانا واخا عارفيني ما داروا معايا والو، واصلا جداد في داك الدرب. ولكن يقولوا لي نتوما شنو كيبان لكم يكون طرا، واش عرفوني ولا لا، وشنو غيكونوا داروا معاها مسكينه. انا المهم حزقت من داك الشيء، وكانت هذه الستوري ديالي اللي كنتمنى من الدراري يستافدوا منها ويبعدوا على ديك الطريق ويديروا شي حاجه زوينه في حياتهم اللي غترجع عليهم بالمنفعه من بعد. كاين غير نيه وحده، استغلها في حوايج زوينين قبل ما يفوت الفوت. ايوا تبارك الله المشرمل ديالنا، وكنشكروك بارطاجي معنا هاد الستوري العالم. وصراحه كاملين فينا شويه من محمد، شحال من مره كنبقاو ريسكيو في شي تخربيقه وكنبقاو نقولوا صافي، وتا كتحصل حتى كتوصل لمشكل عاد كتجمع راسك. علاش ديما خصنا نوصلوا للمشكل؟ وهادشي في كل شيء. بعد ما حتى صحتك ما كتنوض تريني حتى كتجيك شي مرضى. علاش اخويا من الاول ما نترينيوش؟ علاش من الاول ما نبعدوش على السكر والمناضه وكاع داكشي اللي ما مزيانش لينا؟ ايوا نخليو انا ما نطولش عليكم. ما تنساش دير لايك، كومونتي، بارطاجي ستوري مع صحابك وعائلتك، وما تنساش راني كنتسناك في الممبرشيب انا والعشران. اللينك راه هو الاول في الديسكريبشن ولا الكومونتير الاول. وجيت جوينينا في اللايف اللي غيكون نهار السبت مع 12 الليل، راه غيعجبك داكشي. كنبوسك كنبغيك ونبغيك تكون دائما ناضي واعر. واي واحد فيكم ما كيفهمش لونجلي كنعاود نفكركم ال1000 مره، سير بدا وجي قول لي في كومونتير فين وصلتي. نشوفك في الفيديو الجاي. باي باي.